مرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. لعشاق الليمون جبت لكم أسهل وأبسط وصفة متاع جاتو وسيترون يجيكم ياسر بنين وما يتكلفش برشا. وكالعادة ما تنساوش باش تحطوا لي جيم كومنتير وتبارطاجيو الفيديو، واللي يحب يعرف الطريقة يقعد معايا لآخر فيديو. وتويكا باش نحضروا أول طبقة اللي باش تكون الكيك. بالنسبة الكيس اللي كيلت بيه المكونات الكل يهز 200 مليلتر. هنا باش نخلط عظمتين رشة ملح زيت متاع واحدة قارص ونص كيس سكر ونخلطهم مع بعضهم بالكدا. ومن بعديكا نزيد عليهم نص كيس فرينة غربلتها ومغرفة صغيرة خميرة القطو ونخلطهم مع بعضهم مرة أخرى. وهذايا الخليط متاع الكيك اللي تحصلت عليه. خذيت مول كيما هكايا 25 سنتيمتر لفيته بالبابي كويسون وباش نصب فيه الخليط متاع الكيك ومن بعديكا باش نهز نطيبه 20 دقيقة على 180 درجة. بعد ما يطيب الكيك نخرجه من الفور ونخليه يبرد بالكدا بالكدا. تويكا باش نحضر الطبقة الثانية متاع الجاتو متاعنا. باش نخلط 150 جرام بودرة الشونتيي مع 150 مليلتر حليب يكون بارد ونخلطهم بالكدا لين تطلع الشونتيي. بعد ما طلعت الشانتيي باش نزيد كعبتين ياغورت. استعملت الماركة هذه، تنجموا تستعملوا أي نوعية متاع ياغورت، تنجموا تحطوا ياغورت بالقارص ولا ياغورت بلا سكر ونرجع نخلطهم مع بعضهم. وهذه الطبقة الثانية متاع الكريم شانتيي حضرت. بالنسبة الكيك خليته برد بالكدا بالكدا وتويكا باش نحيه من البابي كويسون. خذيت نفس المول اللي طيبت فيه وباش نحط فيه وسطه الكيك اللي طيبته ومن بعديكا ننقبه بالفرشيطة ونصب فوقه شوية عصير متاع الليمون. ومن بعد صبيت فوقها الكريم شانتيي ونحاول نستويها بالكدا من الجناب الكل. ومن بعديكا نهز نحطها في الفريجيدير مدة ساعة. لهنا باش نحضر الطبقة الثالثة. باش نحط 200 مليلتر عصير الليمون، مغرفتين كبار سكر ومغرفة كبيرة نشا، ونهزها فوق النار ونقعد نخلط من غير ما نوقف على التحريك لين تولي تغلي وتتماسك. وهذه بعد ما طابت باش نخليها تبرد شوية. وهذايا الجاتو بعد ما قعد ساعة في الفريجيدير خرجته وباش نصب فوقه لا جولي متاع السيترون ونحلها من الفوق بالمغرفة هكايا ومن بعديكا نعاود نرجعه مرة أخرى في الفريجيدير ساعة ولا ساعتين لين يشد روحه بالكدا. بعد ساعتين خرجت الجاتو من الفريجيدير وباش نحيه من المول متاعو. بالنسبة التزيين زينو كيما تحبوا، أما أنا زينت بالكريم شانتيي. وهذا كان فيديو متاعي لليوم، إن شاء الله عجبتكم الوصفة ونتلقاو إن شاء الله في مزيد من الوصفات. وما تنساوش باش تابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب.